تطلب فيها تجهيز معسكرات لتطويع أو عقود ل 37 ألف منتسب بأعمار من 20 سنة وما فوق إلى 30. هل هناك نية لضخ دماء جديدة في وزارة الداخلية؟ تحدي الأعمار الموجودة أو تحدي الأعمار منتسبي وزارة الداخلية هذا أول تحدي ضمن خطتي لبناء وزارة الداخلية. هذه الخطة هي أنه نضخ دماء جديدة. لدينا تعرف من 2015 ما صار أكو تطوع لوزارة الداخلية، بالنتيجة أكثر اللي موجودين في الوزارة أعمارهم تجاوزت سن 40، وفي هذه الأعمار أكثر المنتسبين يعانون قد من أمراض، ما يمتلكون القابلية البدنية اللي تأهلهم لتنفيذ واجباتهم. وأعطيتهم المئات من الجرحى أثناء عمليات التحرير. إضافة إلى أكثرهم جرحى ومرضى. أفضل طريقة حتى نضخ دماء جديدة اختارينا الأعمار 18 و19 و20 و21 22 5 أعمار. هذه نفتح باب التعاقد، مو تطوع وإنما تعاقد. اللي يرغب بهذه الأعمار نتعاقد وياه لمدة 3 سنوات إلى 5 سنوات بعقد بمبلغ براتب مقطوع 500 ألف دينار للشرطة المحلية فقط. ما راح تكون هذا، ما راح يكون للشرطة الاتحادية أو الحدود أو ليس للقوات القتالية. لا، مو القوات القتالية، للشرطة المحلية، المرور، النجدة، الدفاع المدني، حماية المنشآت. هذه الأعمار أعمارهم كبيرة، لذلك احنا بحاجة إلى ضخ دماء جديدة. وبعد إقرار ضفناها في الموازنة، وإن شاء الله بعد إقرار الموازنة نباشر في كل محافظة بمحافظتها ونبدي بتدريبهم وتجهيزهم.